قبل ما نبدأ الفيديو يا عزيزي ما تخليش الفيديو يلهيك عن صلاتك، لأن محدش هينفعك وقت الحساب. وبعد 3 سنين المشهد بيتفتح في أعمق جزء من الهوية. المكان اللي كان كله ضلمة ومخيف اتحول من مكان مزدهرة منورة. بنشوف لايت اللي شكله متغيرش بسبب سوار بيأخر النمو في العمر، وبيقف وبيشكر جنوده على مجهودهم، واللي الواضح إنهم من صحبات الجاتشا. والجنود دول هم مجموعة من الخادمات بيردوا بحماس شكرا ليك يا سيدنا لايت. واضح إن لايت بقى قائد ومؤسس لمجتمع كامل في الهوية. وبنشوف لقطات من الحياة اليومية في المملكة، ولايت بيتمشى الصبح والكل بيحييه بحب واحترام، والسكان بيعرضوا عليه أكل جديد وبيطلبوا منه طلبات زي إنه في نقص في الوجبات الخفيفة. هو بيتعامل معاهم كقائد حقيقي ومسؤول. ماي بتكون جنبه دايما، بتشتغل كدراع اليمين ومستشارته، وبتوضح إن عدد السكان زاد جدا في ال3 سنين اللي فاتوا، وإنهم محتاجين يطوروا النظام اللوجستي. لايت بيسأل ماي عن باقي أعضاء الرباعي، ودول غالبا أقوى 4 شخصيات سحبهم لايت بعد ماي. ونتعرف عليهم واحد واحد. هاتي ورقة وقلم وركزي معايا يا ست الكل. أول واحدة يوكي، وهي مرادة وحوش عبقرية مهمتها استكشاف المناطق العليا من الهوية ورسم الخرايط. لايت بيوصفها بأنها متقلبة المزاج زي القطة، لكنه بيحبها زي ما هي. تاني واحدة إيلي، وبتكون ساحرة قوية وبتكون شغالة على تطوير سحر جديد كجزء من خطة لايت الكبرى. واضح إنها ذكية جدا وبتفهم في خطة الانتقام. نازونا، بتكون خبيرة في القتال القريب ومهمتها حراسة القلعة. لايت بيوصفها بأنها شخصية ممتعة ومرحة، لكن ماي بتلمح إنها مش ذكية قوي. جاك، وبيكون شخصية ضخمة وقوية، وبيكون لقبه الحاجز الحديدي، وبيكون مدرب لايت الشخصي في القتال الجسدي. لايت بيعتبره زي اخوه الكبير وبيسمح له يناديه لايت من غير القاب. بنشوف لايت وهو بيتدرب مع جاك والتدريب بيكون عنيف جدا، وجاك بيعترف ان لايت بقى قوي لدرجه انه قليلين جدا يقدروا يواجهوه في الهويه، واقل منهم على السطح. لكنه بيحذره بيقول له بس اكيد مش صفر، فاهمني، لان عالم السطح مليان بالمجهول. لايت بيأكد له انه مش هيتهاون ابدا عشان لازم يكمل انتقامه للاخر. بنشوف بعدها نازونا وهي بتعمل دوريه حراسه، وبتقابل مجموعه من الخادمات اللي بيضحكوا عليها، وبيوجهها تروح مكان سري مهم جدا عشان تحرسه، ألا وهو أوضة نوم لايت. نازونا بتروح الأوضة وبتلاقي ماي هناك. ماي بتدعي إنها كانت بتنظف، لكن نازونا بتلاحظ إن السرير شكله كأن حد بيتقلب عليه وهو بيشم المخدات. ماي بترد بسرعة إن ده أسلوبها الفريد في ترتيب السرير وإنه سر المهنة. نازونا بتصدقها ببراءة. بعدها نازونا بتوصل رسالة من باقي الخدمات لماي. الرسالة بتكون مليانة شكاوى ومطالب، زي إن ماي تقف في احتكار أوضة لايت لنفسها، وإن من حق الكل ينظفوا أوضته. وكمان بيصوتوا نعم لإقالة رئيسة الخدم المستبدة. ماي بتتعامل مع الموقف بحزم، وبتقرر تعاقب الخدمات دول بإنهم ينظفوا ممر طويل جدا بإيديهم. المشاهد دي بتوضح العلاقة بين الشخصيات، زي ولاء ماي المطلق اللي بيوصل لدرجة الهوس وغيرة باقي الخدمات منها، وبراءة نازونة وغبائها اللطيف، وذكاء إيلي اللي بتظهر وهي بتتخانق معاها خناقة أطفال. كل الشخصيات دي يا عزيزي رغم قوتهم الجبارة، ولكن عندهم جانب مشترك واحد بس، هو حبهم وولائهم للايت. وفي مشهد مهم بنشوف لايت وهو بيشوف كلب من نوع كلاب الجحيم. المشهد ده بيفكره بالخيانة اللي حصلت له من 3 سنين، لأن جاره من جنس الوحوش الشبيهة بالذئاب. لايت بيظهر عليه الخوف للحظة، وده بيخلي حلفائه الأقوياء نازونا وإيلي ويوكي يتعصبوا جدا. نازونا بتقول بغضب مجرد كلب تدريب زيك بيتجرأ إنه يقف ضد سيدنا لايت في وجودي، الموت هيكون أهون ليك من اللي هتشوفه مني. وإيلي بتكمل أنا شايفة إن النوع ده ما يستحقش يعيش ولازم نخفيه من الوجود. ويوكي بتقول وجودهم في حد ذاته مزعج، والوحش بعد ما يسمع الكلام ده بيترعب، ولاد بيهديهم وبيقول لهم إنه بقى كويس. المشهد بيوضح مدى قوة وولاء حلفائه، وإنهم مستعدين يعملوا أي حاجة علشانه، حتى لو كانت إبادة جماعية لجنس جامد. لوط بيقول جواه حتى لو أمرتهم بهزار أنا متأكد إنهم هيمحوهم بجد. في النهاية لوط بيجمع إيلي ويوكي ونازونا وبيقول لهم إنه استلم رسالة من ميمن على السطح. الخطة بدأت وفرستنا بلت الطعم، والحماس بيظهر على وشوشهم، وخصوصا نازونا اللي متحمسة للقتال. لوط بيعلن إن الوقت حان عشان يقدم أول طبق انتقام بعد 3 سنين من التحضير. وبننتقل لمدينة أكرا في اتحاد الوحوش، وبنشوف جارو ماشي في الشارع والناس بتحييه كبطل. الطعم المي نصبته كان موجه ليه. وبنشوف ان بعد 3 سنين جارو بقى شخصيه مشهوره جدا ومهمه في اتحاد الوحوش. الناس في الشارع بتجري عليه وبتناديه زعيم، وهو ماشي بغرور وتكبر، وبيشتم اي بشري بيشوفه في طريقه، وبيقول له حسالة الشوارع وابعد عن وش السعادي لمحيك من الوجود. بنشوفه قاعد في كافيه مع اتباعه بيشرب ويتباهى بفلوسه وقوته. اتباعه بيقولوا انه مثلهم الاعلى، لانه بدأ من الصفر كيتيم في الحقيقه الفقيره لحد ما بقى رقم واحد في قبيلة الذئاب. جرب يشرح لهم إن سر نجاحه هو قدرته الفطرية كوحش، ألا وهي الإدراك الغريزي، وخصوصا حاسة الشم القوية اللي بيستخدمها عشان يشم المهمات الكويسة ويتجنب الوحشة. واحد من أتباعه بيسأل عن مهمة اتحاد القبائل من 3 سنين. جرب بيقول إنها كانت عملية سرية وما يقدرش يتكلم عنها، لكنه بيفكر بينه وبين نفسه دي كانت أسهل مهمة في حياتي يا عم الحاج. كل اللي كان عليا أعمله هو قتل عيل بشري تافه كانوا شاكين إن ممكن يكون إيه المايسترو.
ودلوقتي أنا غني مشهور. بيعترف إنه كان قلقان شوية إنهم ما لقوش جثة لايت بعد ما انتقل بالفخ، لكنه متأكد إنه مستحيل يكون عايش. وفي نهاية الفيديو يا عزيزي، فيديو الأنمي اللي أنت بتشوفه ما هو إلا خيال في خيال وبس. سلام.